أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. تصدقوا بالله لأول مرة في حياتي أشوف فجر تحكيمي بهذه الطريقة في مباراة كرة قدم. النهاردة بنتابع نهائي كأس أفريقيا للموني فوتبول بين المنتخب المغربي ومنتخب ليبيا. منتخب ليبيا بيلعب على أرض وسط جمهوره. فجر تحكيمي النهاردة في المباراة النهائية من حكم مصري فاسد بيلغي هدف صحيح في الشوط التالي للمنتخب المغربي كان كفيل بأن المنتخب المغربي يتوج ببطولة كأس أفريقيا للمونيو فوتبول، ولكن للأسف مفيش عدالة تحكيمية، وده اللي دائما وأبدا بيعانوا منه المغاربة بقالهم سنوات طويلة جدا، خاصة في المباريات النهائية في بطولات أفريقيا المختلفة. سيدات رجال في مختلف الأعمار بنشوف فضايح وفجر تحكيمي دائما وأبدا في المباراة النهائية. لكن بصراحة اللي يزعلك واللي يحرق دمك بإن في ناس جهلة ملهاش في كرة القدم تقول لك المغاربة بيتجاملوا في كل مبارياتهم. يا جماعة اللي شاف المباراة النهاردة الحكم قبل ما المباراة تبدأ خلاص هو مش شايف حاجة قدامه غير اللي منتخب ليبيا يتوج بالبطولة. معرفش بقى إذا كان خايف من الجمهور ولا إذا كان في تلاعب في هذه المباراة. لأن اللي حصل ده خارج إطار كرة القدم تماما، فجر ما بعد فجر، والناس اللي تابعت المباراة عارفة أنا بتكلم في إيه كويس. إحنا مش بندي مبررات. النهاردة منتخب المغرب رغم الفجر التحكيمي ولكن خسر بركلات الجزاء الترجيحية. يعني كان ممكن كمان بعد الظلم التحكيمي اللي تعرض ليه وتم إلغاء هدف صحيح ليه بدع لمسة اليد، وهو أصلا ما فيهوش لمسة يد، ومع ذلك عرف يوصل لركلات الجزاء الترجيحية مع منتخب ليبيا ومع حكم المباراة. النهاردة المغاربة بيلعبوا الحكم وبيلعبوا منتخب ليبيا وبيلعبوا المنظومة الفاسدة لدى الاتحاد الأفريقي اللي مستكترة بأن منتخبات المغرب تتوج بالبطولات. فعلا واحد جزائري في مرة قالها صريحة، قال ما ينفعش كل بطولة ينظمها الاتحاد الأفريقي يجي في الآخر المغاربة ياخدوها. انتوا عارفين يعني ايه الجملة دي أصلا؟ يعني لازم يبقى في تلاعب، هو بيقولها وش لازم يبقى في تلاعب حتى لو مستواهم هم الأفضل، ما ينفعش تدوهم كل البطولات. وفعلا هو ده اللي بيحصل. لو خدت بطولة يجي البطولة التانية يحرمك منها حتى لو انت تستحقها عن جدارة واستحقاق. والدليل على كلامي في كل المباريات النهائية المغاربة وفي كل المباريات المؤثرة بيتظلموا، خاصة لما بيبقى تحكيم أفريقي. للأسف أنا يعني بصراحة مستاء جدا من الحكم المصري النهاردة. معرفش هو عمل ليه كده أو هو إيه اللي شايفه. يعني المنتخب المغربي يا جماعة حرام بعد المشوار ده كله يجي في الآخر يخسر البطولة بظلم تحكيمي وبسبب حكم فاسد ضيع اللقب من المنتخب المغربي. أتوقع إن شاء الله السيد فوزي لقجع مش هيسكت على المهزلة دي، ولازم يبقى في رد فعل قوي في الأيام القادمة. عايز كل الناس اللي تابعت المباراة تشاركني برأيها في التعليقات وتقول لي هل فعلا تم ظلم المنتخب المغربي ولا لأ. شاركونا بآرائكم في التعليقات وأشوفكم في فيديو جديد. وديما مغرب.